بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وأحبائي الكرام، أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع بورتو سبورت نيوز تحت إشراف الكابتن عمرو عمار، معنا اليوم على موعد مباراة هامة جدا من مباريات الجولة العشرين من ملعب بورفؤاد. بورفؤاد يستقبل ضيفه الثقيل اليوم نادي الشرقية في وصافة جدول الترتيب تحت شعار مباراة أكون أو لا أكون. نادي الشرقية الضيف اليوم تحت القيادة الفنية للكابتن محمد ثابت بعد رحيل الكابتن محمد عبد الرحمن عن الإدارة الفنية لنادي الشرقية. أحمد الشربيني في حراسة المرمى وخطة 3-4-3. محمد إسماعيل في قلب الدفاع، على يمينه أحمد صقر، على شماله أحمد عبد الغني غنوة، ناحية الشمال أحمد شكوكو، ناحية اليمين كريم ناصر. ثنائي نص الملعب عمر فتحي ومحمد عاطف، أمامهم ثلاثي الهجوم حامد فيصل. وأبرز عنصرين في عناصر نادي الشرقية عصام عادل، وهداف المجموعة السبعة اللاعب السيد مصطفى. على الصعيد الآخر صاحب الأرض والضيافة اليوم كابتن عزيز المدير الفني لنادي بورفؤاد في اختبار صعب وهام ليه اليوم. بيبدأ بعبد الرحمن رخا في حراسة المرمى، وأيضا تشكيل 3-4-1-2. ثلاثي الدفاع أحمد مسعد وخالد الكردي وحمادة عوض الله. رباعي نص الملعب اسلام بركات ناحية اليمين، محمد موافي ناحية الشمال، أحمد طلبة وعبد الله عبد الرؤوف كابتن تيم نادي بورفؤاد نص ملعب. وثلاثي الهجوم احمد سعد السكسك، امامه مهاجمين محمد جمال متعب وهشام البطوط. مباراه مرتقبه، مباراه هامه لكلا الفريقين، مباراه تحت شعار جماهيري خالص. وفكرونا بايام زمان، يعني الشعار الجماهيري لكلا الفريقين، سواء جماهير نادي بورفؤاد اللي حاضر النهارده على ملعبها او الجماهير القادمه من محافظه الشرقيه لمساندة ودعم جماهيرها اليوم فريق نادي الشرقية. تحت نادي المريخ البورسعيدي المتصدر برصيد 39 نقطة، ونادي بورفؤاد يوجد في المركز الثالث برصيد 32 نقطة. يريد الملاحقة اليوم النهارده بنادي الشرقية او القرب النهارده منه شوية في مباراة هامة وصعبة مرتقبة من جميع فئات الشارع البورسعيدي. معكم محمود الباشا معلقا وواصفا لاحداث هذه المباراه التي ننقلها حضراتكم عبر موقع بورتو سبورت نيوز. خالد الكردي يلعب واحده على نص الملعب. البدايه عند عصام عادل مع نادي الشرقيه للسيد مصطفى هداف المجموعه السبعه برصيد 11 هدف. الفني العميد حسين حسن مع نادي مصر. هشام البطوط على تنفيذ الضربه الثابته ولكن نفذها بشكل سيء. هشام البطوط تعدي من كل تروح حماده عوض الله، تصويبه لسه كوره، ولكن احمد الشربيني على ارضيه الملعب رغم انهم خارج اراضي الملعب، ولكن بيقدموا لفته طيبه جدا مع جماهير نادي بورفؤاد. مره ثانيه حماده عوض الله، احمد سيد سكسك يغلط ولكن السيد مصطفى يلعبها سهله. لا والله ده كان محمد ناريه. ادي امامنا في الشاشه جماهير نادي بورفؤاد الحاضر النهارده على ملعبها والمؤازره لجماهيرها، والكاميرا هتيجي دلوقتي برضو على جماهير نادي الشرقيه الحاضره من محافظه الشرقيه، والمسانده والدعمه الكبيره لنادي الشرقيه نادي المحافظه الاول. من ناحيه الشمال واقف على كورته متعب، يربط مع محمد موافي، عايز يعدي لوحده موافي ولكن صعب المشوار على نفسه. موافي لسه اخد الكوره، والكابتن نادر قمر الدوله بيشير الى ضربه مرمى. حديث بيهدي بيه كابتن نادر قمر الدوله حكم المدير الفني لنادي بورفؤاد الكابتن الزيز. وقع تاني عبد الله عبد الرؤوف، الف سلامه يا عبد الله. خارج طبعا مع الاسعاف ويلقى تحيه جماهير الفريقين مش جماهير بورفؤاد بس. احمد سعد السكسك هو اللي على تنفيذ الضربه الركنيه، يلعبها طويله جوه المنطقه ولكن احمد الشربيني بقبضه اليد يبعد الكوره ويغير يسلم عند كريم ناصر. مفيش تسلل، كريم دخل حدود منطقه الجزاء، كريم ناصر عرضيه ولكن حماده عوض الله والابعاد. لسه ثانيه عند عصام عادل، عصام يسقط واحده جوه المنطقه ولكن حماده عوض الله لسه دربكه. حماده عوض الله يخلص، يلعب واحده على نص الملعب عند احمد سعد السكسك، يعلي كورته ناحيه اليمين عند اسلام بركات عمل كنترول لسه ما خرجتش، عرضيه جوه المنطقه محمد جمال متعب على الطاير يحاول يعدي، غنوه بشماله طويله جوه المنطقه عند السيد مصطفى ولكن عبد الرحمن رخا يطلع وياخد الكوره، ادت لانه ينزل لارضيه الملعب. احمد سعد السكسو قويه جوه المنطقه، محمد جمال متعب لسه دربكه وابعاد من جانب عمر احمد سعد، ضربه ركنيه طويله جوه المنطقه على القائم بعيد هشام بطوط، راسيه من جانب محمد جمال متعب، ويطلق الكابتن نادر قمر الدوله صفيره نهايه الشوط الاول معلنا التعادل السلبي بين نادي بورفؤاد ونادي الشرقيه. عوده من جديد اصدقائي متابعي ومشاهدي موقع بورتو سبورت نيوز لاحداث الشوط الثاني من مباراه بورفؤاد ونادي الشرقيه.
بعد شوط اول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين. سيطر في نادي بورفؤاد على مجريات اللعب هجوميا، ولكن لم يستطيع الوصول لمرمى احمد الشربيني وسط هجمات على استحياء من جانب تشكيلة الكابتن محمد ثابت لنادي الشرقية. انتهى في المريخ بالتعادل الايجابي 1-1 ما بين المريخ البورسعيدي ونادي بلبيس. مره ثانيه كره طويله جوه المنطقه، ولكن احمد الشربيني طرد احمد سعد السكسك، يستلم السكسك ولكن اتاخر بشكل كبير هو على تنفيذ الضربه الحره. عصام عادل طويله وعاليه جوه المنطقه، ولكن عبد الرحمن رخا يبعد بشكل مميز. غنوه مره ثانيه السيد مصطفى راسيه، لسه محمد اسماعيل وراسيه ثانيه، ولكن تروح سهله عند الحارس عبد الرحمن الكردي، وعنده محمد جمال متعب ويستغلوها بشكل مميز. كريم ناصر من الناحيه اليمين، كريم ناصر كريم اتحرك له ولكن فضل التصويب، ولكن كريم ناصر. احمد شكوكو تنفيذ طويل جوه ارضيه الملعب، ولكن عبد الرحمن رخا يطلع ويمسك كورته بثبات. مره ثانيه عند احمد سعد السكسك، عمر فتحي يسلم عند غنوه عمل مشوار ناحيه اليمين، احمد عبد الغني غنوه دخل على منطقه الجزاء، غنوه عرضيه للسيد مصطفى بشماله، ولكن سهله عند الحارس. وقف مجريات المباراه وهيكلم السيد مصطفى. تقريبا كان في كده يعني مشاده بينه وبين احد لاعبي نادي بورفؤاد، واخد كارت احمر السيد مصطفى وكارت احمر احمد مسعد. اكيد كان حصل تلفظ او حصل حاجه. بطاقه حمراء لاحمد مسعد، قصادها بطاقه حمراء للسيد مسعد السكسك على تنفيذ ضربه ركنيه طويله خاطئه مره ثانيه، ولكن خبطت في العارضه. احمد سعد السكسك 1-على-1 عمل عرضيه على القائم البعيد ولكن قويه، تعدي محمد موافي وتروح الكره مين تمثل حقها ويدخلها جوه الملعب مره ثانيه. موافي دربكه جوه المنطقه، ولكن ابعاد من جانب احمد الشربيني وخروج الكره من عمر فتحي يامن اللعب ويرجع نص ملعبه مره ثانيه. كوتا يعدي ولد لعيب، كوتا شوف الكنترول، شوف المهاره، شوف المرور، الكوتا ولكن فين اللمسه الاخيره للوصول لنص ملعب نادي الشرقيه وسط التكتل الهجومي اللي عامله كابتن محمد ثابت. اسلام بركات مره ثانيه، كوتا يعدي ولد لعيب، كوتا هيعمل عرضيه بالعكسيه ولكن سهله عند احمد الشربيني. محمود الحسيني يلعب واحده طوليه ناحيه اليمين عند احمد عبد الغني، غنوه 1-على-1 عايز يعدي من موافي، يا ولد اللعيب عدى احمد عبد الغني، غنوه عمل عرضيه جوه المنطقه، ولكن عبد الرحمن رخا من اعلى نقطه. وضل عايز يربط مع اسلام بركات ولكن قويه وصعبه يلحقها والله. اسلام بركات يا ولد اللعيب، اسلام بركات سلم عند محمد جمال متعب اللي خارج له بره منطقه الجزاء. متعب استلم ودار محمد جمال متعب، حماده عوض الله سقط واحده جوه المنطقه قويه، عوض الله وهدف اول لصالح نادي بورفؤاد، هدف اول لحماده عوض الله بخطا فادح من الحارس احمد الشربيني. تخدمه حماده عوض الله رغم انه كان مسقطها جوه منطقه الجزاء عشان تروح الى شباك احمد الشربيني ويسجل الهدف الاول حماده عوض الله لصالح نادي بورفؤاد في الدقيقه 81. فرحة كبيرة لجماهير بورفؤاد المتواجدة بتسجيل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن. 1 بورفؤاد 0 الشرقية بعد تسجيل حماده عوض الله هدف اللقاء بخطأ فادح. لكن لسه المباراة فيها ليه هشام البطوط للموافي، محمد موافي يعمل عرضية عند كراوتش ممكن الثاني يخطف، ولكن بالو جوه منطقة الجزاء حماده عوض الله ابعاد خاطئ، ولكن احمد سعد سكسك يخرج الكرة ويسلم عند محمد جمال متعب اخذ الراجل في ظهره، متعب ولكن امام محمد اسماعيل، لسه متعب اتاخر جدا. محمد جمال متعب يسلمها عند كراوتش راسيه في العارضه مش ممكن، لسه الكرة ولكن في القائم من جانب محمد كراوتش. مش اللاعب احمد طلبه يفتح ناحيه اليمين، اسلام بركات عرضيه عند كراوتش الثاني مش ممكن وكرة طولية عند احمد بالو حماده عوض الله، ولكن عبد الرحمن رخا يطلع ويمسك كورته بثبات كبير وسط صيحات من جماهير نادي بورفؤاد وتحيته. عبد الرحمن رخا حارس كبير كان بعيد كل البعد عن المشاركات، ولكن بيجدد الثقة فيه الكابتن الزيز وبيشاركوا في مباراة صعبة تكاد تكون اهم مباراة نادي بورفؤاد هذا الموسم. وما زال التقدم عن طريق حماده عوض الله في الدقيقة 81. احمد عبد الغني غنوه من الناحية اليمين، غنوه عمل عرضية جوه منطقة الجزاء عند احمد بالو،
هربت وراحت بره. احمد خالد كارلوس تصويب لاحمد لعبد الرحمن فيكتور النيجيري. خالد الكردي مره ثانيه عند احمد عبد الغني. غنوه من الناحيه اليمين. غنوه اخر كرات المباراه. عدى غنوه عمل عرضيه ولكن خالد الكردي باستبسال دفاع كبير يخرج الكره رمي التماس ويطلق الحكم كابتن نادر قمر الدوله صافره نهايه المباراه معلنا فوز غالي وصعب لنادي بورفؤاد بنتيجه 1-0 على نادي الشرقيه. سجل هدف اللقاء الوحيد المدافع حماده عوض الله في الدقيقه 81 من عمر المباراه. بهذه النتيجه يرتفع رصيد نادي بورفؤاد للنقطه 35 ويدخل دايره المنافسه مره ثانيه ويتجمد رصيد نادي الشرقيه عند النقطه 38 في وصافة جدول الترتيب. مبروك لفريق بورفؤاد ولمجلس ادارته ولجهازه الفني وللاعبيه، وهارد لك لفريق الشرقيه ولجهازه الفني وللاعبيه. كنا معكم على مدار 90 دقيقه لتغطيه هذه المباراه من موقع بورتو سبورت نيوز. كابتن احمد يوشع وحده فيديو وكابتن محمد عثمان فوتوغرافر تحت قياده رئيس موقع بورتو سبورت نيوز الكابتن عمرو عمار. وتقبلوا في النهايه كامل تحياتي المعلق الرياضي محمود باشا.